علمتنا ماما ملي نكونوا ماشيين عند شي واحد نوجدوا شي حاجة ونديوها في يدانا. وجاتني هاد الفكرة بأنني نعمل هاد القروص اللي كيجيو رائعين. كيشهيو خفافين وظريفين وكيجيو فنين وراقيين بأنكم تسديوهم في يداكم ماشيين عند شي واحد. صراحةً هاد القروص اللي كيفكرونا في الطفولة وديك الريحة، يا سلام يا سلام، ناجحين مليون في المليون، ماشي 100%، مليون في المليون. بطبيعة الحال مع احترام المقادير والكمية والعجينة وطريقة التخمير ديالهم، ونبداو على بركة الله. كيف كتشوفوا كيجيو مذهبين قطنيين خفافين خفافين، ومع الريحة فاش كانوا خارجين من الفران، يا سلام يا سلام. كنتمنى من كل قلبي بأنكم تجربوهم، كتبوا لي في التعاليق، وانا اكيده انه اللي ذاقهم يحمق عليهم ويوليو معتمدين عندهم، خصوصا في هاد العطله وفي هاد الايامات. كنبغيو شي حاجه خفيفه، سواء الراسنا او نخرجوا بها في العشيه. المقادير كما كتشوفوا عندي هنايا: السكر، الزنجلان النافع، حبة حلاوة، زيت المائدة، الخميرة، فانيليا، بيضات. المقادير على بركة الله. غنبدا نحط المقادير بالترتيب شوية بشوية، وانتم معايا من الاول حتى الاخير. بيضات غنستعمل غير الصفار، غير بيض بيضة، والصفار غنحتفظ به للدهن. النافع والزنجلان وحبة حلاوة عندي منقيين مزيان، ما محمرين ما حتى شي حاجة، ما كنحمرهم ما والو. وزيت المائدة والسكر فانيليا، سواء حبيبات او السائلة اللي عندكم، والخميرة الخبز، وشوية الملحة بطبيعة الحال. الخميرة غير شوية، معلقة مع مراشي، معلقة كبيرة مع مراشي على حسب الحرارة بزاف، بلا ما نكتروا في الخميرة باش ما يجيناش ديك المذاق ولا ديك الريحة د الخميرة. صافي هادو هما المقادير، وعلى بركة الله كنجيبو البول اللي نعجنو فيه. ما كنحتاجو لا دلك لا ماكينة لا حتى شي حاجة، غير بالضرب اليدوي. عندي هنايا 2 كيسان د الحليب دافي، يعني ضروري يكونوا دافيين شويش على حسب الخميرة. 3 معالق كبارين د السكر، هاد المقادير راهم مضبوطين. معلقة كبيرة د حبة حلاوة ود الزنجلان، ونفس معلقة عملت فيها حبة حلاوة. معلقة كبيرة د الزنجلان، معلقة كبيرة د حبة حلاوة، معلقة كبيرة د النافع، معلقة مع مراشي بالخميرة، ما تكتروش من الخميرة. هاد المقادير هادو غنخلطهم مزيان حتى ينسجم لي الخليط، ومن بعد غنخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق ونرجع. كما كتشوفوا غير كتنفعل لنا ديك الخميرة مع ديك العناصر اللي عملنا، وصافي غنبدا غنعمل هنايا 2 ابيض بيضة، يعني ديك الصفار خليناه غنحتاجو ندهنو به. وبيض عملت فانيليا، وغنعمل نصف كأس د زيت المائدة، يعني نصف كأس زيت المائدة. مهم نص، يعني ما تزيدوش، نص كأس زيت المائدة، أي كاس د العنبة ولا ديال اش ما كان. وواحد 4 كاس د ماء الزهر، كيعطينا واحد الريحة رائعة فاش كيكونوا كيطيبوا مع ديك النافع وحبة حلاوة، كتعطي واحد الريحة كتبقى في الدار النهار كله، وديك الريحة في الدار كتدور في الدار. عندي هنايا 600 غرام د الطحين اللي هزت لي هاد المقادير هادو. غنحط هاد الكميه هادي وغنزيد كميه اخرى. المهم المجموع 600 غرام د الطحين هي اللي احتاجيت انا في هاد الخليط د العجينه. والمقادير كتبقى يعني الا تبعتوا هاد المقادير هادي راها كتبقى معتمدة عندكم ودائما، وراها كتكون ناجحة 100%. غنزيدو كمية أخرى د الطحين. المهم مجموع كامل 600 غرام اللي تهزت لي د الطحين عندي معبورة. والطحين بطبيعة الحال راه منخول. صافي غنجمع مزيان مزيان بهاد الفوي، ما كيحتاج لا تعب ولا حتى شي حاجة، يعني دغيا كتجمع لنا العجينة. غنزيد هنايا الخميرة بيكن باودر من وزن 16 غرام، او 2 خمارات من وزن 8 غرام الى عندكم.
عندكم هذه كبيرة 16 غرام كتعملوها. صافي غنجمع هاد الخليط. دابا غنجمع بيدي، غنزيد نتقى العجينة غير شوية. صافي غنمسح بجنب كما كتشوفوا راه الخليط العجينة يعني كتكون خفيفة. صافي كنضربوها على هاد الشكل هذا، ما كتحتاج لنا لا دليك لا حتى شي حاجة على هاد الطريقة هادي. دابا غنزيد معلقة كبيرة د الزبدة. من الأحسن بأن الزبدة تكون من النوعية الجيدة باش كتعطينا ديك المذاق وكتعطينا النتيجة مزيونة، أحسن من مارغرين عادية. أنا كنستعمل هذه الزبدة يعني اللي تكون من نوعية جيدة، وكل واحد ويستعمل داكشي اللي متوفر عندكم. صافي غنجمع هاد الخليط، غندخل ديك الزبدة في العجينة كاملة. صافي وغنحطها على جنب كما كتشوفوا العجينة ديالنا كيفاش كتبقى. غنخليها تختمر، نغطيوها غير بالسيربيطة والسلوفان، أصلا راه الحرارة ساعة كانت عندي خامرة يعني كتكون خامرة مزيان على حسب دابا الحرارة دغيا تبارك الله كتخمر. صافي غنبدا نشكلهم. التشكيل كيبقى اختياري، اما تعملوهم كويرات اما تعملوهم الشكل اللي بغيتو. انا اختاريت هاد الشكل هذا اللي غنعمل باش ملي كنفتحو، ملي كتقطع ديك الكروس كيجي بحال اللي مورق من داخل. راه الطريقة ساهلة وبسيطة، غير كتفنين يعني بانك نتينا تعمل الحاجة كيجي اللي كيبقى اختلاف غير فاش كتقطع ديك الكروس ديالنا ملي كنكونوا كناكلوهم كتحس بهم مورقين. صافي كنشكلهم على هذا الشكل هذا، بحال وريضه بحال كعك بحال سميوهم كيما بغيتو. المهم راه ملي كيختمروا كيجيونا قريصه على هذا الشكل هذا. صراحه راه كيجيو فنين فنين. كنتمنى بانكم تجربوهم وما تندموش. صافي دابا غنخليوهم هيدا على جنب حتى يخمروا مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم. على هاد الشكل هذا راه جاوني 2 ليطان، هذه هي الكميه اللي جاتني، يعني كميه لا باس بها. غنغطيهم كما كتشوفوا. من بعد ما خمروا كيتضاعف الحجم ديالهم، كيوليونا قريصات مزيونين، الحجم متساوي، والنتيجة هي اللي أروع وأروع وأروع. صراحة كيجيو فنين فنين. هنايا جبت ديك صفار بيضاء عملت معاهم واحد شوية د قهوة سريعة الذوبان، وواحد المعلقة كبيرة د الحليب باش كتحيدنا ديك الزفورة ببيضات. غنخلطهم مزيان مزيان على هذا الشكل هذا وصافي. وكنبقى ندهن الوجه البريوش ديالنا ولا الكروس ولا كل واحد يسمي كل بلاد وكيفاش كتسميهم. صراحة كيجيو رائعين رائعين، والشكل ديالهم كيجيو بحال شكل الوريضة. يمكن بأنكم تقطعوهم غير على شكل قروص ولا مهم شكلوهم كيما بغيتو. انا بغيت هاد الشكل هذا غير فاش ملي كنقطعوهم كتحس بهم كتجينا بحال الكرواسون، بحال كيجي مذاق رائع. صافي غنستمروا على هاد الشكل هذا حتى كندهنوهم كاملين من الجناب ومن الوسط ومن كل شيء باش كيجيونا ديك الشكل ديالهم ذهبي. دور داك الحب نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان هو بانه كيجي ديك اللون ذهبي وكيجي مزيون. كنرشوهم بالزنجلان. الزنجلان كما قلت لكم ما محمر ما حتى شي حاجه، فقط بانه يكون منقي مزيان. صافي كنرشوه على الوجه. بغيتو بانكم تذوقوه باللوز افيلي كتذوقوه صافي. وهذه هي النتيجه اللي كنتحصلوا عليها. صراحه بريوش فنين طريين وعاد واحد الريحة كتجي رائعة رائعة، واللون الذهبي. كنتمنى ان شاء الله يا ربي ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنسوناش من لايكاتكم وتشجيعاتكم والبارطاج مع الاهل والاحباب. وان شاء الله كنتمنى من كل قلبي بانكم تخليوا لي واحد التعليق الى عجبوكم، وتسناو مني الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عطلة سعيدة إن شاء الله.